السلام عليكم، أنا محمد دومير وهذه حلقة من حلقات التاريخ الجزائري المجيد، واليوم راح نرجع لقضية فلسطين الحبيبة. هل تعلم يا عزيزي الجزائري أنه بلادك اللي تدعي نصرة فلسطين ما عندهاش سفارة في فلسطين، لا في رام الله ولا في باقي الضفة ولا في غزة؟ ونقول لكم أولا سبب اختياري لهذا الموضوع، أرسلت لي إحدى المهتمين تغريدة لصحفي الجزيرة عبد الصمد ناصر يفتخر فيها بمباني وآثار المغاربة في بيت المقدس، وكأنه رد على حلقتي اللي كانت بعنوان البراق وحارة المغاربة في القدس أملاك جزائرية بالوثائق والأدلة. لكن هو بدل عرض الوثائق والمخطوطات كما درت أنا، اختار أنه يعرض صورة فيها ساحة المغاربة، باب المغاربة، جامع المغاربة وغيرهم، يعني لاصقين في كلمة المغاربة على أساس أنه معناها المروك. وأنا قررت أني نروح معاهم بعيد حول مفهوم كلمة المغاربة من كتب التاريخ تاعهم وعلى لسان علمائهم. يقول تقي الدين الهلالي في مكايد الاستعمار في بلاد المغرب، واقرأ مليح عزيزي عبد الصمد، هذا مروكي وكتبها سنة 1955: إن سكان المغرب مختلفون في الوقت الحاضر من حيث الشعور والإحساس، فأهل طرابلس أخمد الاستقلال نفوسهم، وأهل تونس عندهم يقظة وحماس، لكن أغلب رؤسائهم عندهم توجه أوروبي، لا يتمسكون تمسكا قويا بهدي الإسلام، وأهل الجزائر فهم أهل شجاعة وكرم وحسن أخلاق. ثم يقول: وأهل مراكش فعلتهم قلة العلم ولا يعرفون الإسلام إلا بالاسم، لذلك يسهل تضليلهم لأنهم لا يعرفون ما يجري في العالم بل ما يجري في مراكش نفسها. وما يهمناش وصف ولاد بلاده بسهولة التضليل أو قلة العلم، بل يهمنا أن المغرب في الكتب القديمة مش المروك تاع اليوم، بل المغرب عكس المشرق، واللي هي طرابلس وتونس والجزائر ومراكش، لأنه طرابلس أصبحت ليبيا، وتونس بقت تونس، والجزائر بقت الجزائر، والمراكش أصبحت المغرب. وهذا على لسان تقي الدين الهلالي اللي كما قلنا من المروك. أما عن علاقة كل هذا بالسؤال اللي بدينا به وعلاه الجزائر ما عندهاش سفارة في فلسطين، فلأنه هذا السؤال أيضا صدر من صحف. شوفوا مع بعضنا. تحاول الجزائر شيطنة المغرب بعد إعلانه إعادة فتح مكتبين للاتصال بين كل من الرباط وتل أبيب، وأن دولة الجزائر لا تمتلك أي سفارة لها في فلسطين، ولم تكن لها سفارة لا في الماضي ولا في الحاضر في رام الله. ولكن المغرب مدافعا شرسا على القضية الفلسطينية، والدليل أنه افتتح مكتب تمثيل للمملكة في رام الله يشغله عبد الرحيم مزيان سفيرا للمغرب بدولة فلسطين. ولو أن هذا المقال فيه تناقض، كما قولهم أن المروك مدافع شرس على القضية الفلسطينية، وفي نفس الوقت يقولوا إعادة فتح مكتبين للاتصال بين الرباط وتل أبيب. لكن معليش، حاولوا نكونوا موضوعيين ونحاسبوا نفوسنا شوي. طبعا المقال هذا عودة نشرات جريدة مملكتنا اللي تهتم بشؤون الملك حرفيا، بما في ذلك عتابهم على الجزائريين بعدم فتح سفارة في فلسطين. هذه قائمة الدول اللي عندها تمثيل دبلوماسي في رام الله. نقرأ مع بعض. هذه مصر والأردن والمروك وتونس، وهذه خريطة تاع الدول اللي عندهم سفارات في فلسطين، كما قلنا المروك وتونس ومصر والأردن، وبعد صفقة القرن انضمت لهم عمان والإمارات وقطر. في حين لو كان نحصوا الدول العربية اللي ما عندهاش سفارات، نقولوا موريتانيا، الصحراء الغربية، الجزائر، ليبيا، السودان، اليمن، السعودية، البحرين، الكويت والعراق، سوريا، لبنان. إذا 7 دول عربية عندهم سفارات و14 دولة ما عندهمش. يبقى درك السؤال: هل اللي عندهم سفارات اللي هم أقلية هذا موقف شجاع منهم وقوة ونصر لفلسطين، أم أنه محاضرة في العفاف؟ لأنه احنا الجزائريين لو كان نعرفوا بلادنا قصرت في الدفاع على القضية الفلسطينية أو وقفت ضدها، راح نكونوا أول من ينادي بأعلى صوت. والجواب راح نلقوه فيما يستلزمه من دخول سفراء لفلسطين المحتلة. أولا نعرف أن السلطة الفلسطينية اضطرت للتوقيع على اتفاقية المعابر لتخفيف الضغط على مواطنيها، بالرغم من أنه فيه بند يثبت التبعية والاحتلال، مثل ضرورة قيام السلطة الفلسطينية بالموافقة على إعلام الحكومة الإسرائيلية حول عبور شخص من الشرائح المتوقعة كالدبلوماسيين والمستثمرين الأجانب وممثلي الهيئات الدولية قبل 48 ساعة من عبور. والدبلوماسيين الأجانب في فلسطين المحتلة خاضعين تماما للرقابة الإسرائيلية، ولا يمكنهم التحرك أو فعل أي شيء بدون موافقتها. وخير دليل هو ما شفناه من منع الجيش الإسرائيلي وفدا دبلوماسيا أجنبيا من الدخول إلى شارع الشهداء وسط مدينة الخليل، علما أن مدينة الخليل تقع في الضفة الغربية، ولكنها كما قلنا كلها تحت الاحتلال والرقابة. ونقر من موقع الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بأن رفض أو قبول طلبات للدخول يكون بموافقة إسرائيل. وقد تعرض نحو 40 موظفا محليا من موظفي الأمم المتحدة للمنع من السفر في العام 2017، وارتفع هذا العدد ليطال 140 موظف آخر من موظفي الأمم المتحدة. يعني موظفي الأمم المتحدة حتى هم دخولهم وخروجهم من الضفة الغربية وللقدس بإذن إسرائيل. وتقرير مدير أبحاث إسرائيل وفلسطين في الداون يوضح كل شيء، لأنه يقول: كجزء من الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية يسيطر الجيش الإسرائيلي على من يعيش في الأراضي الفلسطينية أو يدخلها أو يخرج منها. وهنا نحب نسقسوا سفيركم اللي اسمه عبد الرحيم مزيان: وش كان شعورك وانت تدخل الأراضي الفلسطينية المحتلة بموافقة دولة الاحتلال؟ وش كان شعورك كي وصلت للمعبر ولقيت جنود الاحتلال بانتظارك لمراقبة وثائقك وتفتيش حقائبك لأجل السماح لك بالدخول؟ والأهم من
ذلك، واش الفايدة من تواجدك أصلا إذا كان زميلك ولد بلادك عبد الرحيم بيوض في تل أبيب سفيرا للمروك لدى دولة إسرائيل الوهمية؟ وأصلا بالرجوع للمقال تاعكم، إذا كان تمثيل المملكة المغربية في رام الله دفاعا شرسا على القضية الفلسطينية، فإن تمثيلكم في تل أبيب إذن دفاعا شرسا عن إسرائيل، ولا تكيلوا بمكيالين وسياستكم في فلسطين ماهيش هذيك الصادقة أو الجادة، صح؟ وبالتالي نقولوا نعم، الجزائر ما عندهاش سفارة في فلسطين، لأن الدخول لفلسطين المحتلة يتطلب الموافقة الإسرائيلية ويتطلب الوقوف أمام جنودها للتفتيش واستظهار الوثائق، وهذا ما ترضاش الجزائر لأبسط مواطنيها، فما بالك الدبلوماسيين. وخير دليل على اليقظة الجزائرية في هذه الجزئية هو ما حدث في 2012 لما احتضنت فلسطين اجتماع لدول عدم الانحياز في رام الله، وبعث الدعوات لجميع الدول بالحضور، لكن الخارجية الجزائرية كانت أبلغت في وقت سابق نظيرتها الفلسطينية بأنها لن تشارك في خطوة استباقية لتفادي الحرج أو الإهانة من رفض سلطات الاحتلال دخول دبلوماسيي الدول التي لا تقيم علاقات مع إسرائيل إلى الضفة الغربية. وبالفعل يوم الاجتماع إسرائيل منعت وزراء خارجية 4 دول واللي هما كوبا وإندونيسيا وبنغلاديش وماليزيا بحجة أنها لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، لتكون بذلك الجزائر قد تمكنت من تفادي الحرج أو الإهانة بعدم الموافقة على المشاركة أصلا. وكخلاصة لحلقة اليوم، ما كانش تصرف دبلوماسي ينصر دولة الاحتلال ويعترف بها مثل فتح سفارة في تل أبيب، وهذا ما قامت به المروك ومصر والأردن والإمارات وغيرهم، فهؤلاء ما بقى لهمش دبلوماسيين أي شرف أو كرامة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. أما عدم وجود سفارة للجزائر في فلسطين، فنعم الجزائر في أسوأ ظروفها وما تلحقش بها لدرجة انتظار موافقة دولة الاحتلال لإصدار إذن لدخول دبلوماسييها، ناهيك عن تفتيشهم أو ختم جوازاتهم بالختم العبري. ما للصحافة اللي حبت تعاير الجزائريين بعدم وجود سفارة في فلسطين، نقولوا لهم ما قال حاكم الجزائر في رسالته لملك مراكش سنة 1654، قال له: شجرتنا لا تضعضع بزعازع حيان ولا تندرس ولو انهارت عليها جبال جيان، وإن الحجر لا يدق بالطوب والخاطف لا يطأ أوطية الخطوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.